الآن معنا القاضي عز الدين بن أمين الأموي، قاضي يمني. أتفضل لو سمحت معالي القاضي. أهلا وسهلا. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحضور الكريم، السادة المستمعين، عمتم بالخير مساء. في البداية أتوجه بجزيل الشكر والتقدير للقائمين على هذه الندوة على دعوتهم الكريمة وعلى حسن التنظيم والتسيير، وكذلك على اختيارهم موضوع من أهم المواضيع. والشكر موصول أيضا للحاضرين جميعا، أساتذة ومستمعين. هي دقائق معدودات سنتطرق وإياكم لمحور جريمة الابتزاز الإلكتروني والإشكالات القانونية والقضائية للجريمة الإلكترونية باليمن. كل ما يعنينا من هذا المحور هو مدى إمكانية تطبيق النصوص التقليدية الواردة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 لسنة 94 في مواجهة جريمتي التهديد والابتزاز الإلكتروني، وأيضا مدى نجاعة الإجراءات التقليدية في الكشف عن الجريمة نظرا لعدم وجود قواعد قانونية خاصة لمواجهة هذا النوع من الجرائم. إذن لمعرفة موقف المشرع اليمني والقضاء اليمني في مواجهة جريمة الابتزاز والإشكالات على مستوى الممارسة القضائية التي تفرزها الجريمة الإلكترونية، ينبغي أن نسلط الضوء ما أمكن وخلال الوقت المتاح لنا حسب أهمية وأولوية نقاط هذا الموضوع. لا بد من توضيح أولا أركان قيام جريمتي التهديد والابتزاز الإلكتروني، ثم المسؤولية الجنائية المترتبة على قيام هذه الجريمة، ثم بعد ذلك نحاول التطرق إلى الأدلة المعلوماتية في هذا النوع من الجرائم. كيف تتعامل النيابة العامة مع هذه الأدلة المعلوماتية؟ كيف يتعامل قضاء الحكم مع هذه الأدلة المعلوماتية؟ وإن كان لدينا متسع من الوقت أيضا نحاول أن نعرج على صور المتفرقة للجرائم المعلوماتية لتكتمل الصورة للمشاهد والمستمع. الإخوة والأخوات جميعا، من المعلوم أن جريمة الابتزاز لها خصوصية واختلاف كبيرين عن جريمة الابتزاز التقليدي. مرجع هذه الخصوصية وذاك الاختلاف إلى الطبيعة المميزة للجريمة. تتم في مسرح جريمة افتراضي يكتنفه الغموض، يكتنفه التخفي، أدلته تختلف عن الأدلة الملموسة، يعني من بصمات تركت بإهمال وتعجل، أو قطرات دماء لجان جرح مع ضحيته في جريمة سرقة أو قتل أو غيرها من الجرائم التقليدية التي يمكن أن تخلف آثارا لكشف الحقيقة والتعرف على الجاني أو المجرم. إذن الابتزاز الإلكتروني كأحد صور الجريمة المعلوماتية ترتكب جريمته في مسرح جريمة تحد نقاط الاتصال والتكنولوجيا الرقمية، مما قد يصعب من طرق استخلاص الدليل الرقمي ومن ثم إثباتها. إذن نبدأ الحديث معكم حول أركان قيام جريمة الابتزاز الإلكتروني، وما يهمنا هنا وفي محورنا هنا الركن الشرعي للجريمة. مهم جدا 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 لسببين. الأول تطبيقا لنص الدستور اليمني، جاء في دستور صادر في عام 1991 نص في المادة رقم 31 على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا عقاب على الأفعال التي تمت قبل صدور القانون المحرم لها. وقد صار قانون الجرائم والعقوبات النافذ رقم 12 لسنة 94 على هذا المنوال، فجاء النص في المادة الثانية منه على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. لكن دستور الجمهورية اليمنية المعدل الصادر عن مجلس النواب في سبتمبر عام 1994 وضع في هذا الشأن نصا أكثر دقة وأشد ضبطا، إذ جاء في المادة 96 منه أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني، بناء على نص شرعي أو قانوني. إذن المشرع اليمني كان موفقا في هذا النص الأخير وراعى جانب الدقة والحيطة، جعل المصدر لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات النص الشرعي والنص القانوني. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه يستوي أن يكون الفعل
قد ورد النص على حرمته في نصوص القانون أو في نصوص وقواعد الشريعة الإسلامية، لأن هذه نقطة مهمة ينبغي أن نتنبه لها. ولذلك قلنا التطرق للركن الشرعي مهم جدا لهذا السبب، بالإضافة إلى السبب الثاني وهو للنظر فيما إذا كان النص التقليدي الوارد في قانون الجرائم والعقوبات ينطبق على هذه الجريمة، كون الابتزاز والتهديد يتكون من مفردين. الأول بطبيعة الفعل ابتزاز، والثاني بصورته إلكتروني. إذن حديثنا عن الركن الشرعي يفترض مفهوم بيان كل من التهديد الإلكتروني والابتزاز الإلكتروني. التهديد الإلكتروني يعني عبارة عن ضغط يباشره شخص على إرادة آخر لحمله على توجيه هذه الإرادة إلى جريمة معينة. أما الابتزاز الإلكتروني حمل شخص على القيام، لاحظوا معي، على القيام بفعل أو الامتناع عنه بعد تهديده باستخدام الشبكة المعلوماتية. إذن يتضح من خلال المفهومين أن التهديد بوسيلة إلكترونية والابتزاز بوسيلة إلكترونية كلاهما فعل مستقل عن الآخر من الناحية التجريمية، بالرغم من أنهما قد يشكلان نموذجا قانونيا متصلا لجريمة واحدة. نضرب مثالا على ذلك. لو أن جان قام بتهديد المجني عليه باستخدام وسيلة إلكترونية أنه سيكشف أمر متعلق به إذا لم يفعل ما يطلب منه، من الناحية القانونية هذا كاف لقيام جريمة التهديد الإلكتروني، فلا يشترط تحقق النتيجة التي قصدها الجاني من وراء التهديد. أما لو استمر الجاني في الضغط على المجني عليه فرضخ هذا الأخير لطلباته، نفذ أوامره، فإننا نكون أمام جريمة ابتزاز، وفي غالب الأحيان حق الموجين معا كما في هذه الحالة، ولدينا تطبيقات قضائية كثيرة في اليمن حول هذه النقطة. إذن جريمة التهديد أو الابتزاز الإلكتروني تمران بعدة مراحل: طلب، مقاومة، ضغط، تهديد، إذعان، تكرار. السؤال هنا أيها الإخوة والأخوات والذي يتبادر الآن إلى أذهان الجميع: يا أخي العزيز، هل فرق المشرع اليمني بين التهديد وبين الابتزاز سواء بصورته التقليدية أو الإلكترونية من حيث التجريم والعقوبة؟ وإلا ما الداعي لتناول هذه نعم، فرق المشرع اليمني بينهما. في قانون العقوبات النافذ أورد النص المتعلق بالابتزاز في المادة 313، وأورد نصين متعلقين بجريمة التهديد في المادتين 254 و 257، بل أنه شدد العقوبة المتعلقة بالابتزاز في مدة لا تتجاوز 5 سنوات أو الغرامة، بينما في حالة التهديد فقط العقوبة مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة حسب نص المادة 254. وفي حالة التهديد إذاعة الأسرار الخاصة العقوبة حسب المادة 257 لا تزيد عن 2 أو 3 سنوات بحسب الأحوال التي بينتها المادة. كذلك بالنسبة للموظف العام، إذا اقترفت جريمة التهديد بإذاعة الأسرار الخاصة فإن العقوبة مدة لا تزيد عن 5 سنوات. هنا شدد المشرع اليمني في ذلك نظرا لأن المجتمع يعطي ثقته ومعاملاته وإجراءاته للموظف والوظيفة العامة. إذن نبدأ الحديث على عجالة حول تكييف النص القانوني المتعلق بالابتزاز قبل الحديث عن النصين المتعلقين بالتهديد. الابتزاز أشد جرما وعقوبة في الواقع والقانون اليمني نظرا للخطورة التي يمثلها وتماشيا مع عنوان الندوة. طبعا القضاء اليمني وجد نفسه أمام إشكال قانوني، لكنه لم يظل مكتوفي الأيدي مع تعامل مع النص التقليدي في جريمة الابتزاز في المادة 313 عقوبات. حاول تكييف النص لينطبق على الابتزاز الإلكتروني، حيث بينت المادة الابتزاز بأنه كل من يبعث قصدا في نفس شخص الخوف من الإضرار به أو إلى آخر المادة. ما يهمنا نحن من هذه المادة عبارة كل من يبعث قصدا في نفس شخص، عبارة فضفاضة بشأن وسيلة، بشأن الوسيلة التي ترتكب بها جريمة الابتزاز. المادة 313 لم تحدد وسيلة بعينها،
استخدمت عبارة كل من يبعث قصدا في نفس شخص، بذلك يصح مع هذه الحالة أن يقع الابتزاز بأي وسيلة، ويستوي أن ترتكب جريمة الابتزاز المقترن بطلب بوسيلة تقليدية أو وسيلة إلكترونية كالبريد الإلكتروني وغرف الدردشة على وسائل التواصل الاجتماعي وواتساب، فيسبوك، إلى غيرها من وسائل الاتصال والتواصل. إذن استنادا إلى العمومية والإطلاق الذي جاءت به صياغة المادة، فالنص المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد نصا على خلاف ذلك. إذن لا وجود لقواعد قانونية تخص الجرائم المعلوماتية بشكل عام، لكن القضاء اليمني حاول جاهدا تطويع القواعد القانونية الموجودة في قانون الجرائم والعقوبات لتتلائم مع حماية الفرد والمجتمع في هذا النوع من الجرائم الحديثة. العقوبة كما قلنا للابتزاز محددة ب5 سنوات أو بالغرامة. نحن نقترح على المشرع اليمني إضافة عبارة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات. هذا بخصوص جريمة الابتزاز الإلكتروني. نتطرق على عجالة لأن الوقت ضيق جدا. دكتور معك دقيقتين. أوكي، نتطرق لجريمة التهديد الإلكتروني ونكتفي بهذا لأنه مرتبطة كما بينا أنه التهديد الإلكتروني مرتبط بجريمة الابتزاز الإلكتروني. طبعا القضاء اليمني كالعادة تعامل مع النص التقليدي لجريمة التهديد الوارد في المادة 254 عقوبات كما تعامل مع النص القانوني المتعلق بالابتزاز، يعني حاول تكييف النص لينطبق على التهديد الإلكتروني. في الحقيقة يعتبر نص التهديد نصا قانونيا أشد وضوحا من النص المتعلق بالابتزاز. بينت المادة التهديد بقولها كل من هدد غيره بأي وسيلة بارتكاب جريمة أو بعمل انظار أو بعمل يقع عليه إلى آخر المادة. نحن يهمنا من هذه المادة عبارة كل من هدد غيره بأي وسيلة، عبارة فضفاضة بشأن وسيلة ارتكاب جريمة التهديد إذا كان من شأنه أن يحدث فزعا لدى من وقع عليه. المادة 254 لم تحدد وسيلة بعينها، استخدمت عبارة كل من هدد غيره بأي وسيلة، بذلك يصح في هذه الحالة أن يقع التهديد بأي وسيلة، ويستوي أن ترتكب جريمة التهديد بوسيلة تقليدية أو وسيلة إلكترونية كالبريد الإلكتروني، غرف الدردشة، إلى آخره من الوسائل المعلوماتية. عقوبة التهديد كما قلنا مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة. أيضا نقترح نحن على المشرع اليمني مضاعفة العقوبة لتحقق الردع العام، وإضافة عبارة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات. إذن الإخوة والأخوات، ختاما، كما رأيتم هناك فراغ تشريعي فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية ككل، لكن كان القضاء دور فعال. فوت الفرصة على الفراغ التشريعي أن يتمسك الجناب بمبدأ الشرعية كما ذكرنا سابقا. للقضاء دور حازم في معالجة هذا الخلل من خلال تطويع النصوص القانونية الحالية حتى يسود الأمن القانوني والقضائي في المجتمع. وهذا لا يمنع المشرع اليمني من ضرورة التدخل لسن نصوص وعقوبات خاصة بجريمتي التهديد والابتزاز الإلكتروني ضمن قانون الجرائم والعقوبات، ضمن قانون الجرائم المعلوماتية المزمع إصداره. نحن ركزنا في حديثنا على الركن الشرعي نظرا للالتباس لدى العامة بأنه لا يوجد قانون الجرائم الإلكترونية، القوانين الحالية لا تسعف القضاء لتطبيقها. صحيح لا يوجد قانون خاص، لكن تبقى القواعد العامة والنصوص العديد من القوانين لدينا شاملة لأغلب صور الإجرام المعلوماتي بعد تكييفها، والمجرم لن يفلت من العقاب وتسود سلطة الغاب. لدينا قانون الجرائم والعقوبات، لدينا قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية التي تتضح الصورة للإخوة الذين من دول أخرى. لدينا قانون الجرائم والعقوبات، لدينا قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية رقم 40 لسنة 2006، قانون الحق الفكري، قانون حقوق المؤلف، قوانين جمركية، ضريبية، تجارية، العديد من النصوص توجد لدينا. إذن يعني إن شاء الله نستكمل بقية النقاط حسب التسلسل الذي تطرقنا له في مقدمة المحور في وقت لاحق.
في هذه الحالة لا أملك إلا أن أسلم الميكروفون على أمل أن نلتقي في ندوة أخرى لاستكمال الموضوع. وأجدد شكري وتقديري للقائمين على الندوة وللحاضرين جميعا، أساتذة ومستمعين، كلا باسمه وصفته وبالاحترام الواجب له، والسلام عليكم. شكرا معالي القاضي عز الدين، وصراحة قد أبدعت.